عسلامة الناس الكل، شنحويلكم؟ ان شاء الله نهاركم زين، نهاركم مسعد الايام ان شاء الله يا ربي، في صحة وفي خير ونعمة. هذه دعوتي ديما نقولها في كل فيديو نهبطو، خاطر نحب نديلكم كان بالخير ان شاء الله يا ربي، وبالقسم وبالرزق يا ربي للناس الكل، وربي ديمها نعمة علينا وعلى أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نبداو في الفيديو متاعنا لليوم، باش نبدا أول حاجة دبارة فطور الصباح، وباش نعمل زادة دبارة العشاء. خليكم معايا في الفيديو إن شاء الله هكا يعجبكم. نبداو أول حاجة بهالكعبات البريوش اللي قاعدة نحضر فيهم توا. قمت الصباح بكري بالطبيعة باش تعمل خبز، تعمل بريوش، أي حاجة تطيبها. قوم بكري وخلي وليداتك هكا يفطروا بيهم في الصباح قبل ما يمشيوا للقراية. باهي نبداو أول حاجة نسميو بسم الله. ناخذ صحيفة باش نحط عظمة كما قاعدين تشوفوا، معاها بياض عظمة ولا أصفر العظمة، من بعد باش ندهن بيه العجينة متاعي. باهي يا سيدي، أول حاجة باش نحطك العظم ونحط السكر فانيليا، خاطر باش نحي ريحة العظم، وباش نحطو زادة فيها سكر. الوصفة متاع اليوم حبيتو نفس الطريقة، العجينة اللي باش نعملها اليوم وتنقصوا شوية بركة من السكر، تحطوا مغرفة بركة وعملوا البات متاعكم مالحة تجيكم زادة مزيانة. باش ناخذ اليوم 30 غرام زبدة ذيبة و30 مليلتر زيت نباتي مع بعضهم 60. باهي حطيت 30 مليلتر زيت نباتي، 30 غرام زبدة ذيبة، حطيت سكر فانيليا 10 غرامات، وباش نحط زاد السكر العادي متاعنا 3 مغارف يزي فيها البركة للحلاوة، خاطر هذا بريوش. تنجم تعملوا محشي زاد اليوم، تنجم تعمل أي شكل تحبه. العجينة جاتني روعة 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 روعة، رغم اللي هي سريعة معناه. وقاعدة نعمل في الحليب ندفي فيه فوق الغاز 250 مليلتر حليب دافي. باهي نصبوا الحليب فوق كل المكونات هذيك الكل باش نخلطوهم احنا توا بالكدا. وبعد نحطوا خميرة الخبز اللي قياسها 10 غرامات، باكو كامل نحطوه لهنا باش نخلط مليح مليح اكل العظمة مع الزيت وكل شيء والسكر. ومن بعد بالنسبة للفارينة تنجم تستهلك 500 غرام فارينة أو أكثر شوي. هي أكثر شوية على خاطر إني باش نستعمل شوية كفارينة رش على الوجاق وكل، أنا باش نستهلك شوية فارينة. ديما الفارينة حسب الخليط، حسب انتي شحطيت معناه، خاطر الفارينة ديما نعاود ونقولها ما يسالش راهي الفارينة انواع. نجم اني نستحق 500 غرام اكاو انتي تقول هاي جاتني جارية، لا ديما عينك ميزانك، المهم تكون بات متماسكة مش يابسة ومش تتلصق برشا، معناه تكون عادية، بات عادية. جربوها هذه في المالح البات هذه، والا في الحلو كما قلت لكم. كان باش تعملوها للمالح تولي تنقص في كميه السكر وتنحي سكر فانيليا بالطبيعه. وكان حبيت نويتها كما اليوم اني باش نعملها لفطور الصباح كما البريوش هكايا، نجموا حتى تعملوه كما شكل الخبز عادي وتدهنوه من بعد بالشوكولا باللي تحب انت. ديكوردو لهنا باش نزيد مع الفارينه كان مغرفه صغيره ملح، مغرفه صغيرونه ملح، نحطوها ديما مع الفارينة الملح باش الملح ما يهلكناش لخميرة الخبز. باهي كحسيلو توا باش نبدا نعجن في العجينه متاعي. المهم تتعجن بالباهي، مش برشا عادي معناها، المهم تقعد تخمر ترجينه كيكه، وكيف تتنفخ استعملها، خاطر كان باش تزيد تخليها اكثر في الخمران تتهلك العجينه. كيف زيدا العجينه متاعك ماشي خامره بالباهي وتقول اي برا خلينا نبدا فيها وكها، وقتها ما تنجح لكش العجينه وخسرتك الفارينه والمكونات اللي عملناها الكل. عاونا اللي تبدا عجينتها ناقصه شويه تحاول انها بعد ما تشكلها وكل شيء تخليها حتى درجين اخرين وهي في الطبق تزيد تخمر مره اخرى. باني الحقيقه خليتها عجينتي معناها مرتاحه، استعملتها كي تنفخت وطيبتهم وجاوني شرهوا الحقيقه. المهم تو باش نحيو هكا المغير، فنبداو بدايتنا بالطبيعه، يديتنا نظيفه. نهجنوا العجينه متاعنا، نستعملوا هكا نحيوها من السحفه ونحطوها فوق الوجق ونعجنوها بالباهي بدايتنا بكف اليد هكايا، وقدرة ربي هكا تبدا مخدومه بالباهي قد ما تبدا نتيجتها مزيانه. حسيلو باش نعطيكم شكل مزيان عجبني برشا، قلت خليني نجربوا اليوم. كما قلت لكم زاده تنجموا تعملوا البات هذه الشكل اللي تحبوا عليه انتوما، مش لازم الشكل اللي باش نعملوا اني اليوم. عملت فيديو صغيرون اكيد نبدا نصور ونقص ونعمل فيديو على تيك توك باش نهبطوا على انستغرام والباج فيسبوك متاعي ونشارك معكم هكا فيديو صغيرون ان شاء الله يعجبكم. انا عملوا طلع على الانستغرام متاعي، مرحبا بكم الناس الكل اللي مازال ما دخلش وعمل لي ابوني في الانستغرام، ينورني ويشرفني بك الابوني المزيان.
بالطبيعة اللي عنده انستغرام حسي واي. المهم نكمل هذه تو باش نحطها في الصحيفة، قبل ما نحطها في صحفة ندهنها بشوية زيت ونخليها تخمر، ومن بعد نوريكم كيف تتخمر شنو باش نعمل على الشكل المزيان. وبالمناسبة هذه نحب فرد المرة قبل كما نكمل العجينة متاعي نحب نشكر اللي كتبوا لي كل في التعليقات، واللي بالحق كلامكم يأثر فيا. ديما نقول نستغل الفرصة في الفيديو متاعي نشكركم الناس الكل على خاطر الكلام شوية معناها، وحتى الكتيبة باش نكتب لكم شوية. نقول لكم بارك الله فيكم لكل إنسان معناه يكتب لي كلام حلو، يعيشكم ربي يحفظكم الناس كل، وربي يرزقكم الوقت الطيب، يحفظ لكم وليداتكم وعائلاتكم وأهلكم الكل، وربي يعزكم ويعز مقداركم كما عزيتوني بكلامكم الحلو هكا. المهم تو باش نكمل هذه هاوني خمرت، خرجت منها الهواء باش نشكلها هكا. تنجموا تعملوا حتى شتر العجينه كان انتم عندكم عائله صغيره تخبيها في الفريجيدير عادي اللوطه، من غدوه تستعملها شكل اخر، تعملها محشيه، تعملها كيما تحب انتي، خاطر العجينه ما شاء الله ماهيش صغيره. تعملي يعني بالنسبه لي اني بالطبيعه خاطر ساعات نقول كي تبدا حاجه سخونه أبن ملي تبدأ كما نقولوا نطيبهم ونخليهم معناها ولا نبيتهم هما طيبين. إني نخير إني نبيت العجينة ونعمل شكل آخر وتبدأ هكا سخونة وريحتها تفحفح فك الكوجينة في الصباح بشكل آخر وبحشوة أخرى كان تحبوا. تنجموا تعملوهم بالشوكولا من الداخل، تنجموا تعملوهم بالفاكهة مع شوية هكا معجون، وانتي حرة. ديما نقول لكم حرية الاختيار. حسيلو تو لهنا اكيد نحطوا فرينه خاطر البات نتاعنا تتلصق، باش نستعمل اليوم القلقال باش نحلها بالقلقال، نحلوهم الكل ونوريكم الشكل اللي باش نعمله. من بعد اكيد باش ندهنهم بالفص العظمه ونعمل شويه جلجلين هكايا من الفوق، نطيبهم على 180 درجه، نسخنوا الفور قبل ما بينا ومن بعد نطيبوهم في الفور. وكي تيبوا تاكلوهم ان شاء الله بالصحه يا ربي وان شاء الله بالفرحه، امين يا رب العالمين. وحبيت نشارك معكم زيادة فرد المرة اليوم نهايري كيفاش عديتوا. بالطبيعة اني راو بعد ما عملت فطور الصباح خرجت قضيت قضيتي لداري، نظفت الدار، جبت بنتي من القراية، فما حياة معناها في وسط الفيديو. اكيد مانيش باش نصور كل شيء، جست اللي يعني نحب ديما في فيديوهاتي نخرجوا بالافادة من الفيديو اللي هي روسيت تكون هكا تفيدكم في دياركم وتحبوا يحبوها صغيراتكم خاصة. كما تعرفوا وقت لمجة وقت قراية معناها أنا مزلنا خاطر من بعد نوليون كي يجي الصيف نوليو لمجة البحر وكالجو هذيك الكل كما استنستوا بها في كل هالعوام اللي عديتها معكم الكل، كل موسم واحنا مع بعضنا ان شاء الله. المهم نكون ديما موجودة معكم في اليوتيوب بالضحكة بالفرحة هكايا وبالطاقة الإيجابية اللي إن شاء الله يا ربي نبثها فيكم. وكها وحسيلو هكا. والمهم الواحد يعادي نهاره بالحمد والشكر لله، ديما نحمد ربي ونشكره على النعمة اللي احنا عايشين فيها. والله بالحق خاطر الإنسان كي يشوف غيره معناها يستراح والحمد لله يا ربي، معناها كلمة حمد لله شوية بكل معناها الحمد لله يا رب العالمين. حسيلو بالنسبة للبات كما شفتوها حليتها كما هكايا، ما تكونش خشينة ماذا بيكم هكا 1 سنتيمتر يزي فيها البركة. العلو متاعها تاخذ السكينة ونقصها، خذوا سكينة مشرفة تبدا مزيانة خاطر التشريفة لهنا باش تعطي شكل مزيانة. من بعد كتي بالكعيبة معناه حسيلو تقصوهم هكايا ومن بعد باش ناخذوا كل كعيبة ونحطوهم كل فوق بعضهم، 1 هكاك 2 3 4 قد ما يبداو أكثر قد ما يبداو شكلهم معناها مورق أكثر. هذيك الكل باش تعمل التوريقة. من بعد في كعبة البريوش نسميه هذا بريوش خاطرو بريوش بريوش بشكل آخر وفقط لا أكثر لا أقل. ناخذ هكايا تاخذوا سكينة معناها مش ماضية شوية وإلا كما أني باش ناخذ هالعصاية ذي جويدة ونحطها هكا في الوسط. هنا نستويهم شوية خاطر هما فيهم وسطهم شوية فارينة، حاولوا انكم تنفضوا الفارينة شوية قبل ما تحطوهم على بعضهم. وتوا نحاول هكايا نستويها بالكدا ومن بعد باش نقصهم في الوسط جوست اني نقمرهم هذوم لي باك العودة هكايا اللي يعني باش نستعملها كيما هكايا، وننزل هكا نضغط عليها مليح في الوسط وناخذ السكينة متاعي تبدا مشرفة. عادة عندكم أكيد في دياركم ديما المرأة التونسية ما شاء الله القجير متاعها في وسط كل شيء، ديما كنقضيه ونشريه ونخبيه ونستحقوا لهم على خاطر ذيك اللي نقص بها البطاطا يعني وتقصهم كيما هكا فوالا. ومن بعد لهنا باش نعمل كيما الضفيرة معناها 1 2 هكا هاو
كثفيرة فوق بعضهم، ونزينو طبيق متاعنا ونحضرهم ونطيبهم ونعمل قهوتي عاد قهوة الصباح في التراس أكيد خاطر طقس مزيان مع كلوريدات المزيانات. وبعد ندخلوا عاد للدويرة نعملوا تنظيفة مزيانة ومسحة مزيانة للدار، نمسحوا الغبرة، نظفوا البيوت، أكيد الدوش والتواليت هذيك لازم كل يوم مع الكوجينة، نطيبوا الفطيرة وإلا نفطر في دارنا كل يوم. شنو البرنامج معناه الحقيقة اني والتليفون اللي يجيني في الصباح تقول لي امي شنو دبرتها الساعه، ومن بعد نقصد ربي هكا نمشي نفطر بحذاها، وكذلك ريتم الحياه معناها. من بعد نجيب بنتي من القرايه وهيك هو. من بعد في الليل قلت يا شو باش نطيب شو باش نطيب، عملت عشيه خفيفه ديجا شاركتها معاكم في الانستغرام، اتنوريه لكم من بعد وكهو حاسيلو اي نكملهم هذوم لي من بعد ما يتيبوا نوريكم شكلهم محليه مزينو. أوكا لهنا حطيت مع الفصل هذا شوية فانيليا، حبيت تستغنيوا عليها مش لازم معناها، أما هو سكر الفانيليا يبنن برشا كعبات البريوش كيف نجيو ندهنوه هكا من الفوق. وجربوها الطريقة راهي سهلة برشا بالطبيعة. كي تقوم بكري ديما نقول قوموا بكري حضروا خبيزاتكم بريوشكم، فطور الصباح يبدا مزيان ومتنوع، شوية خضرة فوق الطاولة، شوية عسل، شوية زيت وزيتون كان حبيتوا هكا مع خبز سخون، وصحة وفرحة لوليداتكم لعائلاتكم، وإن شاء الله ديما هكا في نشاط، وإن شاء الله ديما تطيبوا وتصنفوا انتم عاملين بون كيف في حياتكم. ربي يحفظكم الناس الكل، يسلم الأميمة اللي تبدأ في الكوجينة تصول وتجول وتطيب بكل فرحة إن شاء الله. ربي يهنيكم الناس الكل وربي يعطيكم الوقت الطيب. حسيلوا لهنا تاب وسايب باش نحضر عاد قهوتي، أهم حاجة هي القهوة اللي تعمر لي راسي حكاية مع هالكعبات السخانة ذملي لبنان. وأكا باش نكمل معاكم زيادة بقيت نهاري، ونوريكم زيادة دبرت للعشاء، دبرت عشاء سهلة زيادة وسريعة، شاركتها معاكم ديجا كما قلت لكم على انستغرام، ديجا شفتوها، أما إني باش نوريه لكم توا معناها باش نزيد نوضحها أكثر وكهو. أما خليني ساهل نقعد ونكمل نهيري معاكم بأحلى تفاصيله.
كملت عشيت في دارنا وقعدت هكا شويه مزيانه، ومن بعد روحت في ليش باش نطيب في العشاء. باش نطيب اي سيدي ذي اكله خاطر تحبها بنوتي ومع شويه سكالوب باني سهله وزيده كبنينه. معناها اول حاجه خذيت شويه دجاج قسيتهم، حطيتهم معهم شويه بصل ومعهم فلفل اخضر، وباش نرمي زيده سنين كي ثوم، 3 سنين الثوم باش نرميهم كعب. معناها الثوم مانيش باش نقصهم، باش نحطهم غاديكا يتقليو معاهم مع الفلفل والدجاجه كريحه على محلاها. زدت رميت لهنا طماطم وبطاطا، كعبه بطاطا معناها قسيتها مربعات، كلهم قسيتهم هكا كيما شفتوهم مخشين شويه باش نخليهم يتقليو في الزيت. ومن بعد نزيد لهم شويه بالطبيعه ماء، اما قبل ما نزيد لهم الماء باش نفوحهم ملح فلفل اكحل شويه هروس ومغرفه موتارد هذيك اللي باش تبنن لي الوصفه الكل، شويه كركم زاده تحطوا وكاو باش نزيد لها توا شويه ماء سخون، نخلي البطاطا نتاعي تطيب. وباش نضيفوا اخر حاجه هي الكريم فريش، وزيد نحطوا معاها الجبن موتزاريلا. تنجموا تعملوها هذه بالبطاطا بالقرعه الزينه والا بالبتنجان. الوصفه هذه تجيب البتنجان اكثر، اما اني اليوم استعملت البطاطا. حطيت حكه كامله كما شفتوا لهنا من القشطه الطازجه حطيتها كامله، وباش نغم عليها كي الجبن موتزاريلا تتاكل هذه. نحطوها معها شويه روز، نحطوا معها سكالوب بانيه والحمه مشويه والا حوته مشوي كيما تحبوا نتوما. تنجموا تستغنيو زاده على الدجاج كي حبيتوا في الوصفه هذه تعملوها بالخضره ومعها الجبن اكاو كيما تحب انتي. وكاو حسيلو لهنا خليت الكريم فريش تغلي شويه بركه، وباش نزينها ونحط معها زاده كيما قلت لكم سكالوب بانيه. وذيك هو عشينا. حبيت نشارك معكم نهاري اليوم من الصباح حتىش لليل. ان شاء الله عجبكم الفيديو نتاع اليوم، ان شاء الله يا ربي. بوسه كبيره لاحلى الناس اللي هما نتوما، ان شاء الله ربي يحفظكم، ربي يرزقكم الوقت الطيب. نسلم عليكم توا ونقول لكم ان شاء الله نهاركم مبروك، وان شاء الله نهاركم اسعد الايام يا احلى ناس على قلبي. نقعد نستنى تعليقاتكم على الفيديو نتاع اليوم، وان شاء الله يا ربي نرضاكم. عين خليكم توا نقول لكم باي باي.